خناقة شيكابالا وأمير عزمي مجاهد يكشف المستور في الزمالك. أكد أمير عزمي مجاهد المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق كان يرغب في ضم أحمد رضا لاعب وسط فريق النادي الأهلي عندما كان يلعب لصالح نادي بتروجيت. وأوضح مجاهد في تصريحات تلفزيونية أن أحمد رضا كان على بعد خطوات من الانضمام إلى نادي الزمالك بعد موافقة جروس، وذلك قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مشيرا أن المدرب السويسري كان معجبا باللاعب بشكل كبير جدا. وأضاف مدرب الزمالك السابق أمير عزمي مجاهد أن هناك كان يجب عقد جلسة مع أحمد رضا لضمه من بتروجيت، لكنها لم تتم في النهاية، مما أدى إلى انتقال اللاعب للنادي الأهلي. وتحدث مجاهد عن أداء جروس موضحا أن نسبة فوزه في المباريات كان أعلى من نسبة البرتغالي جوزيه جوميز المدرب الفني الأسبق للزمالك، معتبرا أن رحيل جروس كان قرارا خاطئا. وكشف مجاهد أيضا أن جروس كان يرغب في مواجهة السويسري مارسيل كولر المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، نظرا لأن كولر كان لاعبا تحت قيادته في السابق. من جانب آخر، حذر أمير عزمي مجاهد من الدور السلبي للسماسرة ووكلاء اللاعبين، معتبرا أنهم قد يتسببون في مشكلات كبيرة لنادي الزمالك، رافضا ذكر أسماء محددة. وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: السماسرة سيؤدون بالزمالك إلى مشكلات كبيرة، مضيفا: هناك سماسرة يشعرون أنهم يتحكمون في النادي. وعند سأله عما إذا كان جروس ينادي لاعبي الزمالك بأرقام قمصانهم بدلا من أسمائهم، أجاب جروس: كان يدرب 37 لاعبا في الملعب، وفي الأيام الأولى كان يعرف 5 فقط لاعبين، منهم شيكابالا وعبد الله السعيد. كما كشف أمير عزمي مجاهد أن موقف حدث بعد مباراة أنيمبا، حيث كان شيكابالا متضايقا وأغلق باب غرفة الملابس، فقال: أخذت جروس وذهبت معه إلى المؤتمر الصحفي، لكن جروس أدرك أن شيكابالا كان متضايقا لأنه كان شخصا ذكيا. وأضاف: كل ما أستطيع قوله هو أنني منعت مشكلة كبرى بين جروس وشيكابالا. وعندما عاد جروس إلى غرفة الملابس لاحظ أن الأمور هادئة. واختتم أمير عزمي مجاهد في اليوم التالي: قال جروس لشيكابالا: أنت قائد الفريق، وإذا كانت هناك مشكلة في غرفة الملابس فأنت من يحلها. طبعا قال أمير عزمي مجاهد إن سبب رحيل جروس هيسبب مشاكل كتير للزمالك، وكان قرارا غير صالح للنادي، وكان قرارا خاطئا من مجلس الإدارة أخطأت كتير في حق رحيل جروس، راجل نسبة فوزه أعلى من المدير الفني الأسبق جوميز، وإن الراجل خلاص إحنا لسه ما صبرناش عليه، والزمالك الإدارة مشيته بشكل سريع جدا، مما سيؤثر سلبيا على الفريق. وإحنا داخلين على مباراة القمة مع النادي الأهلي وحش أفريقيا، فالأمر مش مستقر في نادي الزمالك. طبعا دي كانت أخبارنا النهاردة عن أسباب رحيل جروس وخطأ الإدارة في رحيله وتعيين مدرب. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة. تترقب جماهير كرة القدم قمة الأهلي والزمالك التي تلعب لحساب الجولة 15 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 24-25، وتحظى المباراة باهتمام كبير رغم فارق الظروف التي يمر بها الناديين. فالأهلي يعيش فترة توهج بانتصارات متتالية وتألق نجومه، خصوصا الصفقات الجديدة التي انضمت مؤخرا للفريق، بينما يعاني الزمالك من تراجع في الأداء والنتائج التي تسببت في تغيير المدير الفني مؤخرا وتولي جوزيه بيسيرو المسؤولية مؤخرا.
موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري. يستعد النادي الأهلي لملاقاة غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير في قمة الجولة ال15 من عمر دوري نايل. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة و8 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ويستضيف استاد القاهرة الدولي أحداث قمة الدوري المصري الممتاز بعدما تم إغلاقه لعدة أسابيع بسبب إجراء صيانة داخل الملعب. ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر للفوز على الزمالك من أجل استمرار تصدره لجدول الدوري المصري برصيد 32 نقطة قبل لقاء بيراميدز ومودرن سبورت اليوم، حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني بفارق نقطتين عن الأحمر، بينما يأمل نادي الزمالك في تحقيق الانتصار أمام الأهلي من أجل العودة للمنافسة بقوة على لقب الدوري المصري، حيث تثق الإدارة والجماهير في قدرات المدير الفني الجديد. نتائج الفريقين الأخيرة بالدوري: فاز النادي الأهلي على نظيره الإسماعيلي في مباراة انتهت برباعية نظيفة لصالح النادي الأهلي بتوقيع مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد رضا، بينما تعادل الزمالك مع بتروجيت بنتيجة 1-1. وتقدم مصطفى الجمل بهدف بتروجيت في الدقيقة 90 زائد 4 دقائق بدل الضائع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وتعادل الزمالك بهدف عن طريق لاعبه ناصر منسي في الدقيقة 95 ليواصل الفريق الأبيض مسلسل إهدار النقاط ويصبح رصيده 27 نقطة، بينما ارتفع رصيد بتروجيت إلى 18 نقطة. حكم مباراة القمة: كلفت لجنة الحكام باتحاد الكرة اتصالها لاختيار طاقم حكام مباراة قمة الأهلي والزمالك، واستبعدت اللجنة الاتحادين البرتغالي والسويسري من حساباتها بسبب جنسية جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك ومارسيل كولر المدير الفني للأهلي. وخاطبت لجنة الحكام أكثر من 8 اتحادات أوروبية أبرزها إنجلترا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا والمجر وبولندا من أجل اختيار طاقم حكام مميز لإدارة اللقاء المرتقب. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري: تنقل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباراة الدوري المصري. طبعا دي كانت أخبارنا عن مباراة القمة اللي كل بينتظرها إن شاء الله، وإن شاء الله الأهلي يقدم مباراة قوية، وطبعا زي ما هو معودنا ويسعدنا بالفوز على الزمالك، وإن مباراة القمة لها ظروف استثنائية ولها إثارة خاصة، لأن الأهلي بيلاعب منافسه الزمالك من أجل فرحة الجماهير وإسعاد جماهير النادي الأهلي، من أجل تصدره وحسم مصير الدوري المصري.